أنت عارف إن تفاحة زي دي ممكن تنهي حياتك؟ ده الكلام اللي هتقوله لك أي شركة بتعمل منتجات عصاير، لأن مش من مصلحتهم إنك تاكل الفاكهة في صورتها الطبيعية، فبالتالي هتروح تشتري منتجات العصاير اللي هما بيقدموها، وبكده تبقى خطة تسويقهم نجحت. بس خليني أشرح لك سريعا كده إيه اللي هتستفيده لو أكلت تفاحة في صورتها الطبيعية مش عصاير. من عظمة ربنا في خلقه إن حاجة زي التفاح مصدر من أهم وأفضل وأقوى مصادر الألياف ومضادات الأكسدة في العالم، وخصوصا لو أكلتها بقشرتها، ده لأن القشرة موجود فيها مضاد أكسدة اسمه كوارستين، وده اللي بيقلل التهابات الجسم وكمان بيساعد على علاج الربو وحساسية الصدر. أنت متخيل؟ حاجة كمان في التفاح إنه مليان عناصر غذائية كتير وفيتامينات وألياف ومضاد أكسدة، وده هيساعدك في إنك تتحكم في وزن جسمك لأن هو مليان مية كتير وألياف، فبالتالي هيحسسك بالشبع لفترة أطول، فمش هتاكل كتير فمش هتتخن. ولو فاكر يا صديقي إن في حد مخلص في حياتك فمش هيكون قد التفاح ده، وهو مخلص لقلبك لأنه بيساعده في حاجات كتير جدا. وده على حسب دراسة اتعملت بتقول إن تفاحة واحدة يوميا ممكن تساعدك على تقليل خطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب والضغط، وده طبعا بفضل الفايبرز والبوليفينول اللي موجود في التفاح. ندخل بقى على البكتين، وده النوع من أنواع الألياف اللي بيحسن ويسهل عملية الهضم وحركة الأمعاء. إنما بقى لو قررت تستغنى عن كل الفوايد اللي قُلت لك عليها وتاخد التفاح في هيئة عصير، فمش هتلاقي فيه أي فايدة من اللي قُلت لك عليها، وده لإن أي فاكهة بتتعمل عصاير بتفقد كل الألياف والفيتامينات اللي فيها، فبالتالي هي مجرد سكر على الفاضي، فسكر يعني كارب زيادة، يعني وزن زيادة وهلُم جرا. دلوقتي الاختيار بقى بين إيدك. أنا محمد حلمي، أخصائي تغذية علاجية، اعمل لي follow وسيب لي comment عايز نعمل عن إيه الفيديو الجاي.